مساء الخير يا أحلى متابعين. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي الإسكندراني. أكيد طبعا عارفين الحواوشي الإسكندراني. نعمله على أصوله بطريقة سهلة وسريعة وطعم يخلي كل اللي في البيت يطلبوه منك تعمليه دايما. يلا بينا نبدأ ونشوف الخطوات مع بعض وطريقته وطريقة العجينة بتاعة الحواوشي هتتعمل ازاي، لأنها فيها تريكات ولازم تخلي بالك منه من الفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة والخطوات خطوة بخطوة. يلا بينا. هنجيب بولة وهنحط فيها نص كيلو لحمة. ممكن تحطي معاها قطعة من اللية، بتدي طعم خطير في الحواوشي. هنفردها كده، نص كيلو لحمة تكون مفرومة كويس جدا، وهنحط معاها بصلتين كبار متقطعين صغير. هنضيفها على اللحمة بالطريقة دي، وهنكون محضرين قرنين فلفل مفرومين رومي. ممكن انت تحطي معاه قرن فلفل حراق لو بتحبي السبايسي. اوكي، هنحط معاها التوابل: نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بهارات لحمة، وربع معلقة شطة، ورشة قرفة، ورشة حبهان، وطبعا معلقة ملح. هنحط كل التوابل على اللحمة بالطريقة دي، وهنبتدي نعجن الخليط كله بإيدينا كويس جدا عشان كل المكونات تندمج مع اللحمة واللحمة تاخد النكهة كلها زي ما انتوا شايفين دلوقتي بإيديا كده، وتقومي عجنة كل المكونات مع بعض بالطريقة دي لحد ما كل المكونات تختلط في قلب اللحمة كده. خلاص، هنبتدي بقى نحطها في التلاجة عقبال ما نعمل العجينة. بصوا انا كده خلاص عجنتها بالطريقة دي. هسويها بقى اهو واحطها، نغطيها ونحطها في التلاجة تتشمع شوية عقبال ما نبتدي نعمل العجينة ونشوف طريقتها ازاي. هنجيب 4 كوبايات دقيق زي ما انتوا شايفين، هنحطهم على بعض بالطريقة دي، وهنبتدي نحط بقية المكونات عليها. هنا خلصنا ال4 كوبايات. هنحط معاها معلقة كبيرة خميرة فورية. هنا بقى هنحط معاها نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، يبقى معلقة كبيرة خميرة فورية، نص معلقة بيكنج باودر. هنحط معاها معلقتين سكر زي ما انتم شايفين، معلقتين سكر. هنحط معاها معلقة ونص سمنة فلاحي او زبدة زي ما انت عايزة تحطي زيت حطي، بس السمنة الفلاحي بتدي للعجينة طعم جدا. وكمان المكونات اللي انا هحطها مغذية جدا، انت مش هتاكلي عيش، انت هتاكلي زي الفطير، بيبقى طعمه جميل جدا. هنحط مع السمنة هنحط بيضة، يبقى معلقة ونص سمنة او زبدة. طبعا زي ما انتم شايفين جامدة، يعني السمنة جامدة مش سايحة، عشان تبقى ايه المعلقة كده وافية. وهنحط البيضة ونحط رشة ملح. هنحط مكون اساسي في العجينة دي، هنحط زبداية. ليه بقى بنحط الزبادي؟ لانها بتدي طراوة جميلة جدا للعجينة. المكونات سهلة جدا ومغذية، يعني بتهيألي العيش كده هيتاكل حاف لوحده من غير لحمة من جماله. هنقلب كله مع بعض بالطريقة دي، وهنجيب كوباية مية دافية. احنا مش هنستعملها كلها، ليه؟ لان احنا حاطين سوائل، حاطين الزبادي والبيضة دي بمكونات يعتبر مكونات سائلة. هنفضل نعجن كده، هتاخد المية 3/4 كوباية المية، مش هتاخد الكوباية كاملة. هنبتدي نعجن كده بالطريقة دي لحد ما تكون عجينة بتلزق طرية وبتلزق. احنا اتفقنا كل العجائن لازم تكون بتلزق شوية في الايد عشان تطلع طرية وهشة. انا كل فيديو بتاع عجائن انا بقول كده المعلومة دي. لو عملنا العجينة يابسة او ناشفة، المعجنات هتطلع ناشفة، مش هتطلع هشة خالص ولا هتطلع قطنية. اساس العجائن بتبقى العجينة طرية وبتلزق زي ما انتوا بتشوفوا دلوقتي. هنا كده يعتبر خلصنا العجن بالطريقة دي. طبعا هنحط مع المكونات رشة فانيليا.
هنحط رشة فانيليا، ممكن تستغنى عنها عادي لانها السمنة والزبادي مش هيبقى فيه ريحة للبيض خالص في العجينة. يعني ممكن تحطي فانيليا ممكن لا. بصوا بوريكم العجينة ازاي ملزقة في ايدي بالطريقة دي اهي. بصوا لازقة في ايدي ازاي، انا عايزاها كده ملزقة كده في الايد. دي سر طراوة المعجنات عموما. بص هوريكم بقية المية قد ايه، ربع كوباية، يعني خدنا 3/4 كوباية المية. بصوا بتلزق ازاي في ايدي اهي. هنبتدي بقى نكورها ونغطيها ونسيبها ربع ساعة تختمر. انا مش عايزة اكتر من ربع ساعة لان هتكمل خمرها وانا بشكل وبحشي وهسيبها تخمر شوية. هنا اعتبر شوية خمرت بعد ربع ساعة اهي. بصوا ما شاء الله تضاعف حجمها ازاي اهي. بوريكم خمرانة خالص اهي. هنجيبها بقى وهنعملها اسطوانية وهنبتدي نقطع كويرات حسب حجم الرغيف اللي احنا عايزينه. بصوا انا هنا سرعت الفيديو عشان الفيديو ما يطولش معانا. بصوا انا عاملة ازاي اسطوانة كده، وهنبتدي نقطع كويرات صغيرة بحجم اللي انت عايزاه، يعني حجم المقاس الرغيف اللي انت عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما انت عايزة. هنبتدي نعمل كويرات ونحط صينية تحتها دقيق عشان العجين ما يلزقش في الصينية، خطوة مهمة. وهنكور بالطريقة دي ونحط جنب بعض لحد ما تخلص الكمية. هنبتدي بقى نرش شوية دقيق على الرخامة وهناخده واحدة واحدة كده ونفردها بالمردانة او النشابة زي الدايرة كده، زي رغيف صغير كده، ويكون سمكها مش تخين قوي، يعني يعتبر اقل من نص سنتي. ليه؟ لان عشان احنا عايزين نحس باللحمة جوه الرغيف، ما نحسش بالعيش اكتر. وانتي كده مش هتحسي بالعيش خالص، اكنك بتعملي رق صغير من الفطير، مش عيش كمان من طعامته. هنحط معلقتين لحمة بالطريقة دي وهنقفل الرغيف على بعض بالطريقة دي زي اكنك بتعملي قطايف. بصوا اهي. هوريكم طريقة تانية للحشو برضو اللي انت عايزاه تعمليه. هنعمل واحدة تانية، نرش شوية دقيق لازم عشان العجين ما يلزقش في الرخامة، وهنبطط كده ونفرد بحجم الرغيف، وهنحط معلقتين لحمة وهكذا لحد ما الكمية كلها تخلص. بصوا ما شاء الله. بصوا الرفع بتاع العجين، يعني احنا مش عايزين ناكله عيش، نحس باللحمة واحنا بناكل. معلقتين كده كبار لحمة. بص اللحمة ما شاء الله بتبقى كتيرة ازاي في قلب الرغيف اهو. هنقفل بقى الرغيف زي ما انتوا شايفين اهو بالطريقة دي، وهنرصه في صينية مدهونة بالسمن. نعمل واحدة تانية. هنغطي بقى الكويرات عشان ما تنشفش، ما تعملش قشر على الوش. بص انا بعمل ايه، بفرد فردة كده صغيرة، رغيف صغير. بص السمك مش باين خالص. هنحط برضو معلقتين لحمة وهنقفل وهكذا. انا على فكرة حطيت رشة مع التوابل رشة شطة، عشان انا ما كانش عندي فلفل حراق حطيت رشة شطة. زي ما انا قلت لكم انا حاطه ربع معلقة شطة مع التوابل في قلب الفيديو. لو ما عندكيش شطة حطي قرن فلفل حراق. مش عايزة سبايسي يبقى بلاش لا شطة ولا فلفل حراق، نستكفى بالفلفل الرومي. كمان لو عندك عرقين بقدونس ممكن تحطي عرقين بقدونس. بص بقى الطريقة التانية، هنبطط واحدة كده دايرة وبعدين هنحط اللحمة في النص وهنعملها زي السرة كده وهنبططها، هتبقى زي الرغيف المحشي، رغيف مدور كده محشي اهو. بصوا اهو ادي رغيف محشي اللحمة. هنبطط كده عشان اللحمة تتفرد معايا كده. خلصنا المقدار، شكلت اللي هي العيش اللي هو او الحواوشي النص اللي هو قلبته نصين كده واللي هو المدور. هنجيب بقى بيضة عليها شوية فانيليا
وهنبتدي نلمع ونرش شوية سمسم ورشة نعناع خفيفة كده على الوش. مش عايزة نعناع نستكفى بالسمسم. ممكن تحطي مع السمسم حبة البركة. انا صراحة ما كانش عندي حبة البركة فحطيت بداله رشة خفيفة كده نعناع عشان تدي على الاقل منظر، بس مش اكتر من كده. بصوا هنعمل بقى التاني اهو. هنبتدي بقى نلمع برضو ونحط عليها السمسم. هنا بقى احط شرايح زيتون على الوش تدي شكل برضو مع السمسم. ممكن تحطي سماق، لو عندك سماق حطي سماق. اي حاجة موجودة في البيت ممكن ترشي على الوش منها. بصوا شرايح زيتون، انا بحط شرايح زيتون صغيرة كده على الوش عشان تدي بس شكل ايه للساندوتش او شكل للحواوشي. ده الحواوشي الاسكندراني على اصوله، بس انا طبعا ضايفه الحاجات المغذيه اللي في العجين. هناك بقى في اسكندريه ما بيحطوش بقى لا زبادي ولا بيض ولا الكلام دوت. هو عجين وخميره وميه وملح بس وخلاص، اكتر مفيش اكتر من كده. احنا بنزود القيمه الغذائيه في العيش وبنحط المكونات اللي انا حطيتها عشان لو عندك اطفال يبقى في قيمه كده غذائيه للاطفال. هنولع الفرن بقى على درجة 180 وهنحط فيه الصينية. 180 ليه؟ عشان اللحمة تستوي. احنا مش عايزين العيش يستوي وفي نفس الوقت اللحمة تكون نية من جوه. وهنا بعد ما استوى وخرج من الفرن هتشوفوا احلى حواوشي ممكن تعمليه من ايدك الحلوة. يلا بينا بقى قومي اعمليه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم في الكومنتات واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.